اهلا بيك في مصر المحروسه. بقول لك ما عندناش خلاف، ما عندناش فلوس. عاوزه ايه من الفن؟ هل الشهره؟ هل النجاح؟ تحية شهداء ثورة 25 يناير. أنا أدعو الشعراء جميعا إلى محبة الشعر. عمل فني أنا شخصيا استفدت بيه في وقت من الأوقات وأنا بتكلم عن العمارة الشعبية. أنا هاخدكم في زفة جمالية كده بالنسبة للنوبة وحبي وعشقي تماما لأهل النوبة، لدرجة إنه كنت عايز أتجوز واحدة نوبية يعني. الباب مفتوح لسه. هذا هو النوبي الواثق الأصيل، شخصية القيادة والنظرة المستقبلية في هذه الشخصية. تفضل غيره. ماشي. شفتوا في الأول الحكمة، وبعدين هنا البساطة والبسمة الجميلة عند النوبي. تفضل. الجمال نفسه. أنا عايز أقول حاجة لحضراتكم. الجمال والرقة والارتباط شيء جميل جدا بالنسبة للمرأة النوبية والبنت النوبية الجميلة. اتفضل. هنا حضراتكم شوفوا الجمال، شوفوا الأزياء، شوفوا الحاجات اللي احنا الجزئية دي بس كده، لو فكرنا بس في الجزئية دي كده قد ايه التزين وقد ايه حب الجمال اللي موجود عندهم. اتفضل. هنا طبعا حكاية المصاغ والزينة وحب الحياة. في حياة مفيش نكد، في حب وفي رعاية جميلة جدا. اتفضل. شايفين ايه ده؟ ها؟ اتفضل. طبعا يعني حاجات يعني اساتذتنا بتوع استاذنا الفاضل ومربينا في المجال الشعبي والمقصورات، طبعا كل الكلام دوت له دلالات رمزيه وحاجات يعني الوقت لا يسمح. اتفضل. عامل بقى التدين وزياره اولياء الله الصالحين والبعد عن الخوف نتيجة الوحدة، فكان يلجأ دايما يروح يزور ويقرأ الفاتحة ويطلب المساعدة حتى يأتي الزوج من بلاد الغربة. اتفضل. نفس الشيء برضه. جمال هنا حتة التدين والالتزام بالجانب الديني واصطحاب الأولاد إلى أنه نروح المسجد ونصلي الصلاة جماعة موجودة هنا. اتفضل. طبيعة وأثرها طبعا في الفن النوبي، طبعا ده شيء مهم جدا، وخاصة البيئة المناخية، طبوغرافية المكان، الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، كل دي مؤثرات بتأثر في المنتج الفني اللي هو العمارة النوبية. طبعا الجمال، وده كان أحد العناصر الهامة في التشكيل، ولم تترك واجهة معمارية إلا كان فيها الجمال، لأسباب طبعا احنا كتير عارفينها، اساتذتنا عارفينها، اللي هو الجانب الديني، ناقد صالح والقدرة العظيمة بالنسبة لخلق الله، وبعدين بالنسبة طبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لعملية الحج عن طريق هذا الحيوان المقدس اللي هو دليل الثراء، واللي كانوا دايما يحسوه. الطير كان دايما وافد، كان يحب المكان دوت حيث الدفء والأمان، مفيش فزع بالنسبة له، فكان دايما بيجي. اتفضل. هنا طبعا كانت النوبة في الأول كان عبارة عن النيل وشريط ضيق على الشمال وشريط ضيق على اليمين بيحفوا النيل، وكان في الدنيا بسيطة جدا وموارد الرزق كانت محدودة، ولكن يمتازوا بالصبر والاحتمال في ظل الجمال. بلدنا الحلوين والنيل وارتباطه ومية النيل الحلوة اللي يشرب من هناك يرجع تاني ويشوف الجمال ده. اتفضل.
عملية المركب طبعا والزيارات والأعياد والفرحة. مفيش بنت نوبية تمام إلا لازم اللون الحلو، ولازم البسمة الحلوة، ولازم الزي الجميل. اقتناع بأن الطبيعة هي السبب، لأن الطبيعة جميلة. الطبيعة جميلة. اتفضل. طبعا نموذج للعمارة النوبية، وأستاذنا الفاضل طبعا المعماري العظيم صفي، يعني طبعا له باع في هذا المكان، ولكن احنا بنعرض أنا خاصة يعني على أساس الجانب الزخرفي. اتفضل. طبعا نماذج موجودة للتشكيل المعماري، وخاصة اللي هو القبر والأسقف اللي هي نصف برمجية، هنا نفس الشيء. فطبعا المنازل ده تخطيط معماري كانت دايما تواجه النيل وترتبط بالنيل، حيث النعيم والعليل والقعدات الحلوة بتاعت زمان. الزخرفة الجدارية، شغل دانتيلا، شغل الدانتيلا نفسه موجود على الحوائط. طبعا عملية الجرف اللي هو الرابط بين النيل، نتيجة لما حصل التعليات اللي هي الخاصة بخزان أسوان وبعدين السد العالي، وكان هناك شريط ضيق غرق، فبدأ الراجل ارتباطه وثيق بالنيل، فبدأ يعمل حاجة اسمها الجرف الصاعد والنازل بالنسبة للبيت بتاعه. ده كان بيت تقريبا مهم جدا. برضه حتة إعداد السطح الحامل للتصوير، إعداد السطح الحامل اللي أنا هصور عليه وهشتغل عليه. كانت المرأة جنب الرجل بيعد هذا المكان، وكان الرجل هو دوره الأساسي في هذه المسألة، لأن المرأة بعد كده هتبدأ تعمل عملية الدهاكة وتجهز السطح وتبدأ تنقش، ومش عايز أقول تنقش إيه عشان هتشوفوا بعد كده. اتفضل. عمليات الترميم دي كانت بتتم باستمرار، وكان عملية إعداد السطح للترميم أو إعداد السطح الحامل للتصوير ده كان هناك أكثر من مناسبة بالنسبة للمسألة دي. يعني تزيين البيت كان هناك عادة اللي هي عادة التجديد والترميم، عادة اللي هي المرتبطة بالأفراح وخاصة أفراح البنات، عادة خاصة باستقبال الزوج. استقبال الزوج قعد سنة أو أكثر أو أقل، لازم تقابله. تعمل إيه وتشغل فراغها في إيه؟ إنها تزين له مداخل البيت، يجي يحس الفرحة ويسيب النكد بتاعه. بالذمة يعني حضراتكم شوفوا هذا المشهد، لما يبقى عندي قصيص زرع ويبقى عندي طيور وعندي نخيل وعندي قرص شمس موجود مسنن وعندي الأسماك والعقارب، إزاي أستغل مجموعة من العناصر اللي بنخاف منها في عملية التزيين؟ ده هناك ارتباط وثيق بين انها ضر اذى هذه الحيوانات، زي ما كان مصر القديمه. مناطق طبعا مناطق الكنوز كانت بتحتوي على اللي هو فكره التشكيل المعماري. اتفضل. دي طبعا احد البوابات الرئيسيه اللي الدكتور صفي الدين كان عرضها، ولكن انا عايز اقول لحضراتكم شوفوا كده، شوفوا هذا الصرح المعماري، شوفوا جماليه التزيين، شوف مجموعة العناصر والفراغات المعمارية، قرص الشمس تزفه النجوم، شوف الأسوار العليا التي تحف حدود المسجد شوف جمالية التكرار البسيط، شوف مجموعة الدلايات، شوف الارتباط بصاحب البيت، شوف الأبعاد الجمالية اللي هي في الداخل، واجهة تانية وتالتة ورابعة. فين الجمال ده حضراتكم؟ بيتنا الجميل، بيت الريف زمان كان الواحد يجي من الكلية عامل حسابه ان هو هيجيب الجير ويدهن البيت ويرسم عليه ويزوق، لان ده الفرح بتاعنا. واحنا دايما المصريين وخاصة اللي في الاماكن اللي فيها بيئة يحبوا الجمال، لدرجة الفرح والغنى والزمر والحاجات الجميلة دي كلها. اتفضل.